ايوه صغيره، بس انا عايز اقول مش مكلفه. في شاب صغير م- خالص قال كلمه عجبتني جدا على الجروب بتاع اللي انت طلعت منه م- اللي هتدخل فيه النهارده، م- حاضر، اللي هو م. خبراء منتجي الزيتون في مصر. انا موجود فيه. اه الشاب ده قال كلمه، م- انا اقولها بالانجليزي وبعدين انا مش فاكر وصاغها م- ازاي م. بالعربي، ان the olive tree has a mind of its own. هي الشجره دي لها مخ بتفكر بيه اكيد. بعيد عن اللي احنا بنعمله انا ده مش كله. هلعب مش هلعب ما في انا العمل. هوصل لحضرتك اتفضل بس في حاجه واحده. اتفضل اتفضل اتفضل. انا غير مقتنع تماما بحكايه الهرمونات مع شجره الزيتون، شخصي ده بعيدا عن العلم يعني. وكل ما ضفنا لها الحاجات دي كل ما انت بتدلع الشجره فهي ما تشتغلش. انا مظبوط. بديها من بره، هي كلام حضرتك مظبوط دي 100%. شجره بتعيش الاف السنين يا عم ومش الحاج. مش الزيتون بس. مش عايزه، ده انا متصور تحت شجره 4200 سنه. ما انا هتصور عليها بتاع جنبها دلوقتي لو تسمح لي يعني. يعني لا ده مش دي، مش ده دي. مش دي، انت اه عارفها اه الشجره اه دي؟ طبعا. لا تشوفها بالليل، اه عشان أنا ركبت كشاف ما بالنهار. شاء الله. بالنهار لما بنصورها اه وراها شجر اه فما بيبانش النموات اللي عليها. اه هوري لك الصوره اللي شفت انا مصورها النموات، بالليل شفت النموات. وانت النموات لسه داخل. حديث. لا شفت النموات في فيديو لحضرتك كان لا لا على. هوري لك صوره ليها بالليل، انا اه ركبنا ما كانتش مقصوده، هي اه كشاف الناحيه اه دي تمام. عشان ينور اتجاهها فجايه على الشجره. مم. اول مره تبقى هي واضحه بالنموات ما اللي شاء عليها الله. دي. مش هتزيد عن 400 سنه واحنا بس مستنيين لما تدي نموات كفايه، وهنعمل عليها بحث مع كليه ما الهندسه شاء الله. جامعه القاهره ما شاء الله. بالكربون المشع، بيستخدموه في الخرسانه يحددوا بيه عمر الخرسانه. اه زي الحفريات كده اه برضو. لان زمان كانوا بيقطعوا ويحدوا الدوائر، مم. ما كانش في حل، بالظبط. انما دلوقتي بالكربون مم. المشع. اللهم صل. انا عاوزين ننقل النقله الثانيه بعد الرش الاولانيه ده، هتبعته لنا مكتوب بس انا عايز اسمعه منك طيب. واسجله للناس اللي انا طيب هوفر انا عليك. هقوله في صورة هوفر مركبات. عليك زيارات للناس. انا هقوله في صورة اه طب اكيد مم. اكيد يعني. هقوله في صورة مركبات، والمركبات دي هسقطها على الزيتون. دي امشي ما معايا انا ماشي مع في حضرتك. المورفولوجيكال ديفلوبمنت بتاع الثمره جميل. والنمو بتاع مراحل جميل. النمو احنا لسه خلصنا. بس في مرحلة التزهير والعقد. طيب اه ماشي. عندنا الأحماض الأمينية، ودي بشتغل بيها ما قبل التزهير بفترة. ليه؟ أنا يهمني في عملية التزهير يحصل فيه استطالة للأنبوبة اللقاحية، ودي حضرتك بتقدر تعملها بالزنك، تقدر تعملها. أنا عندي الأحماض الأمينية عبارة عن 17 حمض أميني، بتبقى حضرتك عارف أنت بترش إيه كأحماض أمينية. ما يميز الأمينو لايت هو حمض أميني، أحماض أمينية نباتي مش حيواني، بيتميز بارتفاع نسبة الميجور اللي فيها. الجلوتاميك أسيد 8.5%، البرولين 3.6. ولا واحد دول اعرفه. برولين ده ما اعرفش، لا كمل طيب. الجلوتاميك بيشتغل على استطالة الأنبوبة اللقاحية بشكل كبير جدا، ده مهم جدا الجلوتاميك. البرولين بيشتغل على الإجهاد الملحي بشكل كبير جدا. اللايسين بيشتغل على إتمام عملية التزهير والعقد، وليه دور في القصة دي بشكل كبير. فده الميجور اللي فيهم 8.5، 3.6، 5.9. في بقية الأحماض الأمينية ولكن بنسب أقل من كده، 1.2. فده مهم جدا مع باكج عملية التزهير والعقد، ان انا اتمها بشكل كبير باذن الله. طبعا اولا واخيرا اتمها بشكل كبير، يبقى انا وفرت العناصر المطلوبه، وانا من مدرسه ان انا عايز اوفر العناصر دي قبل المرحله. يعني مش لازم يحصل المرحله المورفولوجيه او الفسيولوجيه بتاعت النبات واجي اتدخل بكالسيوم بورون او كالسيوم زنك او الكلام ده، او بورون وانت موليبدنم. مش عارف انا بعمل ايه، ارضي وحقن وسماد. لا اكيد اكيد حضرتك طبعا كحقن ارضي والعناصر دي متوفره، بس انا بعتمد بقول ايه، بقول دايما الرش الورقي بيبقى انا نوع. هشتغل معاك رش ورقي بس بعيدا عن الشغل اللي احنا بنعمله. لا الشغل بتاع حضرتك ثابت. ايوه الشغل لان بتاع حضرتك انا بص ثابت. ما بشتغلش على روشتات، لا يعني لا لا اول مره اه. اخد من حضرتك روشته. انا بتعامل مع الشجره كائن حي ودي مش روشته. واحس بيها انا ماشي. بغلطان، انا بغلطان لو بدي روشته دلوقتي. ليه؟ ليه حضرتك؟ لان حضرتك طبيب الارض، انا بدي روشته في العموم. لكن لما بيجي حد يتصل بيا بالتليفون، عميل مثلا، يا باشمهندس انا عايز حاجه للتزهير، انت حاطط ايه وطبيعه ارضك ايه؟ لا تعالى نبص عليها مم. مع بعض. انت حضرتك طبيب الارض، لكن ماشي. روشته وبرنامج لا ما اسهل مش البرامج. روشته، اه لا انا مش عايز روشته، اه انا ما اسهل. عايز، انا هتقول لي ما في انا المرحله الفلانيه بالظبط. بننصح ترش بالظبط. بكذا، بالظبط. وبعدين هنمشي مع بعض واحده بالظبط. واحده بقى. نيجي بقى لمرحله. لان المرحله بالنسبه لك يمكن انا شايفها لازم يكون في مقاييس لا موضوعيه. وحضرتك لو بقول حاجه غلط حضرتك صلح لي.
ماشي. احنا ما بقول مش لك احنا بنشتغل بقياسات موضوعيه. اكيد طبعا. يعني كلمه حلو دي عندك حلو عندي وحش. اكيد طبعا. تمام. اكيد طبعا. فاحنا بنشوف بعض اكيد طبعا. بنرتقي بنمشي اكيد على، طبعا. مش عايز اسميه برنامج، هي نقدر نقول عليها ايه، توافق المركب في ارشادات. المرحله. ارشادات انت بالظبط. هتحطها تقول بالظبط. والله ده في مرحله التمدد الخلايا، ده انقسام الخلايا، ده مظبوط. الليجنيفيكيشن، مظبوط. ده علشان نحجم، ده عشان نعمل، مظبوط. اكتب لي الحاجات دي بس. جميل قوي. اه، ده هيبقى لكن ما مكتوب. تكتبليش شهر ولا لا بتاع لا ولا لا لا الكلام لا، العبيط ده ده. هيبقى مكتوب لحضرتك. ده هيبقى مكتوب لحضرتك في المرحله بتاعه التزهير والعقد ايضا، في الكالسيوم بورون. ماشي. صح كده؟ ما احنا حضرتك اتكلمنا عليه. لا، ما لسه ما اه. اتكلمناش. حضرتك بتشتغل بكالسيوم بورون. طب ممكن اقول تركيبه تانية. اه. ايه المشكله لما نشتغل بكالسيوم زنك بورون؟ مم. يبقى كالسيوم زنك بورون. هو ليه وجود الكالسيوم مع البورون دايما؟ ليه في كل مركبات الكالسيوم بورون الاقي كالسيوم بورون كالسيوم بورون؟ مم. ولا الكالسيوم عنصر متحرك ولا البورون عنصر متحرك. اه. طب ليه موجودين؟ البورون بينظم عمليه امتصاص الكالسيوم، تمام كده، والكالسيوم بيحد من سميه البورون، تمام كده. تمام. لكن البورون ما البورون وظيفته مع الكالسيوم بطريقه غير مباشره. تمام. البورون ناقل الاكسجين. اي خليه فيها اكسجين الكالسيوم واخدها بالحضن. طب انا عايز الاكسجين اللي هيكبر حجم الخليه ده امتى؟ في بدايه العقد، اللي هو مرحله السيل ديفيجن. تمام. طيب في مركب عندي اسمه زنكال، ده كالسيوم زنك بور، ماشي. تخليط كامل يا فندم على كربوكسيليك اسيد، على احماض عضويه. كويس. انا حققت لحضرتك الشرط لاعاده توزيع الكالسيوم مظبوط بالمركب ده. ازاي؟ الزنك وفر لي الاكسجين عن طريق تخليق التريبتوفان ثم اندول اسيتيك اسيد اللي هو الاكسجين اللي انا عايزه. مم. تمام. البورون نقل الاكسجين، الكالسيوم اي خليه فيها الاكسجين واخدها في الحضن. مم. تمام. فده مهم جدا ان انا استفدت كمان من الزنك في مرحله السيل ديفيجن اللي هو بيكبر معايا حجم الخليه، اللي هو مرحله الانقسام. تمام. فده الكالسيوم زنك. مرحله التحجيم مركب فقط وبخش بيه قدام اي مركب. مركب الفروتفول بمعدل سنتي للتر، 60% اكسيد بوتاسيوم، بوتاسيوم حر 50%، لما حضرتك تضرب في المعامل، محمل بالكامل على احماض عضويه، سنتي للتر ميه مم. فقط لا غير. الشغل الارضي عندي 3 مركبات بشتغل. لا، انت شريك في الشركه دي؟ نعم. شريك. انا عايز اقول لحضرتك قول. بجد والله، انا لما باجي بتكلم بثقه شويه في المركبات، لان انا تصدق وتامن بالله هارسها. السؤال اللي كان تالي لما بقول لك انت شريك في الشركه دي، كنت هقول لك انت واثق قوي في مركباتكم حقيقي كده. حقيقي. انت قلتها وانت اللي قلت الثقه، لان مش هو انا. معنى كلام مش حضرتك ده، انا. لان انا مش اول مره اسمعها. مش اول مره اسمعها انت شريك في الشركه دي. يعني بس يعني انا هرست المركبات. انا بقى كنت بسمع الكلمه دي، معلش هطلع بيك يعني. اتفضل. انا رغاي جدا. وانا والله لا لا، العظيم انت النهارده غلبتني في الرغاي. انا في وقت، انا بحاول اكون فوكس اكتر عشان لا خاطر لا لا، حضرتك بتقول لي وقت. انا في وقت من الاوقات لسنين 15 سنه كنت بسال نفس السؤال اللي انا سالته لك ده. تمام. لان انا كان عندي شركه، كنت بشتغل تحت امبريلا تانية بتاعت استاذي رحمه الله عليه المهندس جمال شعبان ده في البترول. وكل وصلوا لما جه اسمه ايه ده سامح فهمي البترول، كانوا بيمسكوا رؤساء مجالس الاداره يا اما جيولوجي يا اما بتاع حفر، عمر ما مسكها واحد مهندس. تمام. لما جه سامح فهمي من سني، وكان متعين وزير للبترول وقعد فتره يعني، قلب الدنيا، مسك كل زمايلي كانوا رؤساء مجالس اداره. لما كان مدير المشروعات، الشغل بتاعي انا اللي يعني شركتي انا بس باسم المهندس جمال شعبان، شركه اوبكو، وقعدت 15 سنه ما حدش يعرف الحكايه دي نهائي. فانا شغلي زي ما انت بتتكلم كده. فلما الف على الشركات كانوا هم زمايلي بقى مديري مشروعات، يقول لك الله تموت نفسك على الشغل ليه؟ صحيح. هم اقول لهم لان المهندس جمال شعبان احنا بناخد مرتبات عاليه، وفي نفس الوقت اللي بيطلع من الشغل هو بيقسمه علينا، بيدينا ارباح كويسه من البتاع والشغل بتاعنا. فانت بتتكلم زي ما تكون صاحب شركه. فانا مريت يعني تلميذك بالظروف دي. يعني انا مريت بالظروف دي. لا بس انت